السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو مفرح جدا 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 لكل اخواننا المغاربة في المغرب وفي كل مكان. الفرحة السنة دي مش فرحة واحدة، لا دي فرحتين يا صديقي العزيز، واحنا بنستعد لاستقبال وقدوم عيد الفطر المبارك. جلالة الملك محمد السادس جلالة الملك قرر ان هو يعمل مفاجأة لجميع اهل المملكة. قرار مش بس بيفرح القلوب، لا ده بيغير حياة آلاف الأسر المغربية. النهاردة يا صديقي العزيز تم الإعلان رسميا عن توسيع نطاق الدعم الاجتماعي المباشر ليشمل فئات جديدة، فئات عمرية جديدة، وكمان في مفاجأة تانية بخصوص السكن المدعم للشباب وكمان المقبلين على الزواج. ما نسيناكمش. فهل القرار ده صحيح؟ وليه القرار ده طلع دلوقتي؟ وايه التفاصيل اللي خلت السوشيال ميديا كلها بتدعي لجلالة الملك؟ ركزوا معايا جدا في الفيديو ده لانه هيكون بسيط وصغير ان شاء الله. ال 15 او ال 10 دقائق اللي جايين دول هيكون فيهم تفاصيل كامله للاخبار المفرحه اللي احنا اتكلمنا عليها. تعال نخش في التفاصيل اللي هتخلي الناس كلها تفرح، والعيد بالنسبه لهم هيكون عيدين. بس قبل ما نبدا زي ما احنا متعودين بنصلي على النبي، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. زياده الدعم وتوسيعه. الخبر الأول اللي بيثلج الصدور هو توجيهات كبيرة جدا من جلالة الملك، توجيهات قوية من جلالة الملك محمد السادس برفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر. قيمة الدعم اللي كان بياخدها المواطن المغربي سترفع في الأيام المقبلة يا صديقي العزيز. جلالة الملك يأمر برفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الأكثر احتياجا. يعني مش كله، انت اكيد لو مش محتاج الدعم ده خلاص. الأسر بقى الأكثر احتياجا للدعم جلالة الملك يرفع ليها قيمة الدعم الاجتماعي بمناسبة العيد، وكمان هيتم صرف منحة استثنائية كبيرة. المنحة الاستثنائية دي هتدخل الحسابات البنكية قبل صلاة العيد، كأن جلالة الملك بيعيد عليك صديقي العزيز. مش بس كده، لا ده كمان تم إضافة فئات جديدة في الدعم. مين الفئات الجديدة دي؟ زي مثلا الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة اللي يعتبر يا صديقي ما كانوش مسجلين قبل كده. لا، جلالة الملك أكد على إضافتهم ودعمهم. تمام. جلالة الملك أمر بتبسيط الإجراءات هتبقى بسيطة علشان الناس كلها تعرف تقضي الإجراءات بسرعة جدا وتنفذها قبل العيد، علشان ما يبقاش في مغربي واحد محتاج في يوم العيد. ده بيجسد مفهوم الدولة الاجتماعية اللي الملك بيسعى ليها من سنين كتير جدا، وبنشوفها النهاردة بتتحقق على أرض الواقع. اما بقى ده بالنسبه كان للمفاجاه الاولى. تعالى لسه انا جايب لك النهارده مفاجاه تاني مفرحه للكل وخصوصا الشباب اللي زي حالاتي. المفاجاه التانيه بقى اللي هتعمل زلزال في السوق العقاري هتبقى في مدعكه اليومين الجايين وانخفاض كبير جدا بسبب ما امر به جلاله الملك محمد السادس. فهو امر باطلاق مشروع سكن الكرامه. جلاله الملك أعطى تعليماته بتوفير وحدات سكنية مدعمة، والدعم بتاع الوحدات دي مش هيبقى بسيط أو صغير أو قليل يا صديقي العزيز، لا ده الدعم هيصل إلى نسبة بتوصل إلى 50% للشباب، وتحديدا الشباب اللي بيبدأ حياته، وبالتحديد في المدن اللي هي هتحتضن مونديال 2030. القرار ده معناه ان حلم الشقة اللي كان بيحلم بيها المواطن المغربي ما بقاش شيء صعب او مستحيل، لا المبادرة دي بتهدف لتأمين مستقبل الجيل الجديد، وكمان نربط تأمين مستقبلهم بنجاحات المغرب القادمة. تخيل انك تقدر تستلم شقتك بتسهيلات غير مسبوقة اصلا، وبنسبة خصم نسبة دعم بتوصل ل 50%، وده كله بفضل الرؤية الملكية اللي بتشوف ان الشباب هم عماد المستقبل واللي لازم نهتم بيه. اما بقى ليه القرارات دي حقيقية وقوية؟ قالك عشان المغرب دلوقتي بيعيش عصر ذهبي،
مع اقتراب مونديال 2030. الاستثمارات بقى اللي داخله البلد بمليارات الدولارات، والملك محمد السادس حريص جدا على ان الاستثمار المغربي والاستثمارات اللي هي داخله للمغرب دي توصل لايد المواطن، وتحديدا المواطن البسيط قبل اي حد تاني. مش اي حد، لا، قال لك المواطن البسيط. احنا مش بنبني بس ملاعب، لا، احنا بنبني كمان انسان مغربي كريم، وده اللي بيخلينا النهارده نقف فخورين جدا اننا مغاربه، ونفتخر بقياده سليمه دايمه سابقه للخير وبخطوات قياده الملك محمد السادس. يبقى عندنا خبرين مهمين جدا يا صديقي العزيز، الاول بتوسيع الدعم، والثانيه بسكن الكرامه. سكن الكرامه اللي عمله جلاله الملك وصدم الناس كلها. السوق العقاري المغربي سيكون في حاله حرب قصوى. الخبر الاول اللي فرح الناس كلها وهو ان هيكون في رفع كبير جدا لقيمه الدعم الاجتماعي المباشر للاسر الاكثر احتياج قبل العيد. الكلام ده الاسبوع ده هيتنفذ. وكمان في منحة استثنائية هتصل إلى الحسابات البنكية لكل المواطنين المغاربة قبل صلاة العيد. وجلالته أمر بتبسيط الإجراءات علشان الكل يبقى يقدر ياخد المنحة بتاعته، وما يبقاش في مغربي واحد محتاج على أرض الوطن. المفاجأة التانية اللي اتكلمنا عنها هو سكن الكرامة. سكن الكرامة اللي أمر بتنفيذه جلالة الملك محمد السادس. أعطى تعليمات قوية قاسية يا صديقي العزيز بتوفير وحدات سكنية مدعمة بنسبة تصل إلى أكثر من 50%. نسبة كبيرة إلى أكثر من 50%. لمين؟ جالك تحديدا للشباب اللي هيبدأوا حياتهم. الشباب اللي داخل على والمقبل على الزواج. قال لك طب الوحدات السكنية دي هتكون موجودة فين يا جلالة الملك؟ قال لك هتكون في المدن اللي بتحتضن المونديال 2030. حلم الشقة ما بقاش صعب في المغرب، لا. قال لك في الختام بقى عايزين نعرف ان مفيش احلى من اننا بنبني وبنستقبل العيد والاخبار دي في بيوتنا، الاخبار المفرحة دي في بيوتنا. جلالة الملك اوفى ووعد، والدور علينا ان احنا نكون على قدر المسؤولية ونحافظ على بلدنا. لو انت واحد من الناس وفرحان بالخبر ده، انزل دلوقتي اكتب شكرا يا ملكنا ودايما مغرب، واكتب الشعار اللي كلنا بنؤمن بيه: الله الوطن الملك. فعل جرس التنبيهات، اضغط زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. وما تنساش تصلي على النبي، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هتوحشني. سلام.